مواقف الهجرة كثيرة، ولكن دعني لنا أسأل حضرتك سؤال بريء. تعرف احنا سنة كام دلوقتي في الهجرة؟ ممكن كتير من المسلمين ما يعرفش، يحفظ السنة الميلادية زي اسمه، ولكن تيجي تقول له السنة الهجرية، أول درس نتعلمه ان احنا ندرب أبناءنا على التمسك بدينهم وأصول دينهم وتعاليم وتواريخ دينهم. أول شيء تعرفوا تاريخ السنة الهجرية، سنة 1447. كل عام وأنتم جميعا بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العام عام فتح ونصر للإسلام والمسلمين، وأن يجعل هذا العام عام خير ورحمة وبركة وخيرات على بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. أذكر لحضرتك 3 مواقف جلية واضحة وجليلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة، ولكن لخص لك 3 مواقف. الموقف الأول موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. وتعلمون مكة للنبي صلى الله عليه وسلم كالقلب بالنسبة للبدن. كانت مكة أحب البلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه صلى الله عليه وسلم ما أراد من المال شيء، وما أراد من الملك شيء، وما أراد من البشر شيء من هذه ومن مقام هذه الدنيا، إنما مراده صلى الله عليه وسلم أن يعبد الناس رب الناس سبحانه وتعالى فقط. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليصحح مسار الناس. كان الناس آنذاك كانوا يعبدون الأصنام، يبتلونها ويوقرونها ويذبحون لها ويقدمون لها القرابين، ويفعلون أفعال الجاهلية لا ترضي البشر ولا ترضي الآدمية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة وبالتعاليم المستقيمة التي تستقيم من خلالها حياة البشر. ولكن في ناس يا أخوانا ضد الحنيفية، ضد الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، فوقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كالسد المنيع، وآذوه وضربوه وشتموه ونالوا منه كل شيء، حتى أقرب الأقربين إليه صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو جهل. اتفقوا عليه نعمل ايه معاه؟ اللي كان هيشهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مانعهم قبيلته بنو هاشم وبنو عبد المطلب. كان صلى الله عليه وسلم كان له ظهر في هذه البلدة الطيبة، ورغم هذا الظهر ورغم هذا المنيع كانوا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم، بس هم عاملين لهم حساب، لأن عارفين أي حاجة هتحصل للنبي صلى الله عليه وسلم هيبقى في مقابل سفك دماء، يبقى في سفك دماء، فماذا يفعلون؟ فاجتمعوا واتفقوا، وكانت هذه الفكرة التي تبنى لها أبو جهل. اتفقوا على أن يأخذوا فتى من كل القبائل، كل قبيلة يأخذ فتى، فتى شابا قويا معه سيف صارم، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضربونه صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه صلى الله عليه وسلم بين القبائل، حتى إذا احتجت قبيلة بنو هاشم يعني هيقابلوا مين ولا مين ولا مين، ولا يقتلوا مين ولا مين ولا مين. حينها يرضون بالدية، مفيش قدامهم إلا الدية. فاتفقوا على هذه الفكرة،
فاجتمعوا أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفوا أمام البيت منتظرين خروج النبي صلى الله عليه وسلم كعادته. ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم أن يخرج، وأذن له صلى الله عليه وسلم بالخروج والهجرة إلى المدينة، وهم واقفون ويلوحون بسيوفهم على أتم استعداد الإشارة بالدخول وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ بالنبي يخرج من بين أيديهم ويظهر صلى الله عليه وسلم التراب على وجوههم. نفض كل واحد النبي صلى الله عليه وسلم نفض هذا التراب على وجوههم، وخرج صلى الله عليه وسلم وقد أعمى الله سبحانه وتعالى أبصارهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وغاب ساعات، إذ بآت جاء إليهم وقال لهم: ويلكم إن محمد قد خرج وذر على رؤوسكم التراب، سبع على رؤوسكم التراب، فجعل كل واحد منهم ينفض عن نفسه التراب، وقالوا: ويلات ويلات، كيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن واقفون يقظون؟ ولكنها حكمة الله سبحانه وتعالى. الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. لا تحزن إن الله معنا. الله سبحانه وتعالى مؤيد للمؤمنين، الله سبحانه وتعالى مؤيد للمستضعفين، الله سبحانه وتعالى مؤيد وناصر لكل مؤمن ولكل مؤمن على وجه هذه البسيطة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يجتمعون على هذه الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ليثبتوك يحبسوك في مكانك زي سجن كده، أو يقتلوك كما فعلوا، أو يخرجونك من هذه البلدة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة التي هي أحب البلاد إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، خرج مطرودا صلى الله عليه وسلم. حضرتك بقى لما بيحصل لك أي موقف من المواقف، مش هقول لك اللي هي الأخروية أو الدينية، لا، أنا أقول لك أي موقف أنت مصدوم فيه من المواقف الدنيوية، ما تزعلش. ده أحسن واحد على وجه هذه الأرض صلى الله عليه وسلم حصل معه ما حصل، رغم أنه ما أراد شيء إلا أن يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هو ده كان هدفه صلى الله عليه وسلم، رغم كده ما كانش عاجبهم. يبقى حضرتك ما تزعلش لما تظلم، لما تقهر في عملك في حياتك. فوض أمرك لله سبحانه وتعالى، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لفت الأيام والأيام دوارة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة. انتوا خرجتوني وطردتوني بإرادتكم، ها أنا الآن بعد أن مكنه الله سبحانه وتعالى ونصره الله سبحانه وتعالى وأيده بجنود من عنده، دخل مكة فاتحا إياها عنوة، وكمان مش بالسلاح، من غير سلاح. وأرغم هؤلاء، مش أرغم بقى، جاء هؤلاء الصاغرين تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل فينا اللي انت عايز، ما أنا فاعل بكم. قالوا: أخ كريم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هي دي الدنيا، هو ده حال الدنيا، لا تدوم على حال، والله لا تدوم على حال. اللي حصل الأيام اللي فاتت، رغم ان هو مسرحية، ورغم ان هو حوار وسيناريو، واللي بيخرجه بعض البلاد من ورائها مصالح، ولكن ما كانش احد يخطر على باله ازاي ده يحصل في اسرائيل،
ازاي ده يحصل في هذه البلدة الجبارة، رغم ان احنا لا نشجع الشيعة ولا نميل الى عقيدتهم، ورغم اننا نكره ما يعتقدون، الا كان في هناك متعاطفين، كلنا متعاطفين معهم. ليه؟ ليشفي صدور قوم مؤمنين. وتلاقي حاجات انت عمرك في بالك ما يحصلش الكلام ده ابدا في هذه البلدة الجبارة، ورغم هذا الله سبحانه وتعالى يقلب امور العباد بطرفة عين. لا ضمان ولا امان في الدنيا. لفت الدنيا كلها ورجعوا تحت امرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل مكة فاتحا اياه. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الموقف الثاني موقف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر. هي دي الصحوبية فعلا بجد. الناس اللي هي موجوعة، اللي هي مش لاقي أصحاب، عايز تتعلم فعلا الرجولة وتتعلم الصحوبية فعلا. الصاحب الجدع اللي هو المرجل اللي هو تلاقيه في ظهرك، تعلم من المواقف دي بقى. نتعلم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه كيف كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحلوة، على المرة قبل الحلوة. وكان أبو بكر يستعد لهذا الترحال وهذه الهجرة استعدادا تاما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: على رسلك يا أبا بكر، ما أذن لي بالهجرة لسه. حتى جاء الكلام ده بقى اللي بيقوله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولسه ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام ارتبط بها. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: جاء النبي صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لا يعتاد فيها الخروج، ساعة الظهيرة، وطرق الباب، فقال أبو بكر: ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر، حاجة بقى مهمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هم أهلك، خفش، أمان، ده بيت أصيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي بالهجرة. دي واقفة بس وهكمل. الكلمة دي بنسمعها كتير، أذن لي بالهجرة، أذن لي بكذا. عشان تعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كده ماشي كده وخلاص، ده كان ماشي بإذن، بوحي. وده يدل على قمة أدب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مواقف قبل كده حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع من الناس، وأن الله حافظه، ورغم الكلام اللي بيحصل والمواقف اللي حصلت أمام النبي عليه الصلاة والسلام ما خرجش من تلقاء نفسه وقال أنا هروح بقى خلاص، أنا فاض بيا وهروح المدينة من دماغه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام منتظر الهجرة، منتظر الأمر من السماء من الله سبحانه وتعالى بالهجرة. ما كانش ماشي من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. رغم أنه صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، لا يريد من الدنيا شيء، مكلف بأمر وبدعوة، ولكن كان مؤدب صلى الله عليه وسلم. أول حد تتأدب معه الله عز وجل، لذلك أثنى عليه وقال: إنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. إجا الضوء الأخضر، يلا هاجر يا محمد. فقال: أذن لي بالخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، لا، ما مش هسيبك لوحدك، أنا معاك في دارك. يا أخوانا كلمة الهجرة دي كلمة صعبة. تخيل أنت قاعد صبح وليل،
سنين عمرك، ذكرياتك كلها في لحظة تمشي وتسيب بلدك. ومش هتسيب بلدك كده يوم ولا اتنين لا، ما تعرفش، ممكن ما ترجعش. تسيب ديارك، تسيب اهلك، عشيرتك، وتروح بلد ما تعرفش حد فيها. وعلى رأي المثل: من خرج من داره ان قل مقداره. وهو ما يعرفش ايه اللي هيحصل له. فالامر يا اخوانا زال الامر صعب. كونك ان انت تهاجر، اخواننا الكبار في السن، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في عمرهم، يعرفوا معنى كلمه الهجره دي ايام ما كانت الحرب والهجره والكلام ده. فاكيد مجربين الكلام ده، اكيد مجربين مدى الذل اللي حصل لهم والاهانه بعد ما كان عزيز في اهله وفي وطنه، وصاحب دار وصاحب سيارات وصاحب محلات. في ثانيه كل ده ما عادش. يهاجر مرة واحدة ليه؟ لله عز وجل. هي دي الهجرة الحقيقية، أن يهاجر من ديار الكفر إلى ديار الإيمان بإذن الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. أذن لي بالهجرة يا أبا بكر، فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، أنا في ظهرك، أنا معاك، مش هسيبك. هي دي الرجولة، في ظهرك، مش عشان مصلحة، مش عشان تجارة، مش عشان صفقة، مش عشان اي حاجة من حطام الدنيا، لا، نصرة لله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان دايما على لسان ابي بكر: بأبي انت وامي يا رسول الله، فداك ابي وامي يا رسول. الكلمة دي مش كده، لا يا اخوانا، الكلمة دي فعلا هو اداها، كلمة من القلب، خرجت من القلب وتؤيدها المواقف. الصحبة يا رسول الله، فقال: نعم، انت معايا. فخرج يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر بإذن الله سبحانه وتعالى، وخرج في ساعة لا يعتاد الخروج إليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام متقنعا، يعني ملثم حتى يشوفه. فقال أبو بكر: شوف العرض ده، معي راحلتين يا رسول الله، خذ أيهما. فقال، شوف بقى الرد يا اخوانا، الصحابة لما كانوا بيقولوا مش كلام، لا بجد، مش عزومة مراكبية زي ما احنا بنعمل، لا بجد فعلا. الصحابة لما المهاجرين لما جاءوا إلى المدينة والأنصار بيعرضوا، كان واحد معاهم أكتر من زوجة، يعرضوا كده عليهم: خد الاثنين دول قدامك اهو، خد احسنهما واجملهما وطلقها ثم تعتد وتتزوجها انت. يا اخوانا ده مش عرض كده، لا ده فعلا هم بيقولوا كده، حقيقة مش كلام. ايه ده؟ هو ده بيحصل، ده يحصل يعني. ده تخيل انت احنا الرجولة في دمنا ازاي، بس يعني المواقف دي ازاي لما يكون معايا زوجتين: خد احسنهما واطلقها وتتزوجها انت. ازاي؟ اللي دفعهم لكده ايه؟ الايمان، حبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا ما كانتش في قلوبهم، هو ده الدافع، المحبة في الله. نفسنا يا اخوانا اللي بيننا وبين بعض مش دنيا. لذلك يا اخوانا ورب الكعبة اقول وانا على هذا المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أوفى ولا أصدق ولا أجمل من صحبة المساجد. تروح أي مكان تلاقي اللي عايز يشيلك من على الأرض. ليه؟ حبا لله سبحانه وتعالى، وحبا لدين الله، حبا في الله، مش مصالح. الصحبة يا رسول الله، قال: نعم. فقال: خذ أيهما يا رسول الله، عندي 2 راحلتين دبتين، خذ اللي انت عايزه. شوف بقى رد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: بالثمن. يا اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه غالية، حساس، إنسان. كان صلى الله عليه وسلم ده هو اللي علمنا الأخلاق، ما مش استغلالي، ما بيستغلش اللي حواليه مجرد عارف ان الناس متعطشة لحب الدين وتحب الله سبحانه وتعالى ان هو يقلب جيوبهم، لا مش كده. قال له: بالثمن.
مش يستغل الدين عشان شعار معين، ولا عشان نصرة لحزب معين، ولا عشان نصرة لبغية يريدها من حطام هذه الدنيا. لا، هو بيحب الدين لله، وبيحب الناس، وعايز الناس ديت كلها تنصرف قلوبها لله سبحانه وتعالى. هو ده الفارق بيننا وبين الصحب الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات المباركات أن يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد. موقف الثالث: بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، اختبأ صلى الله عليه وسلم بعض الليالي، 3 ليالي في غار ثور، ده على أطراف مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، وعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما كان شابا ذكيا واعيا يبيت عندهما الليلة، فإذا اختلط الليل بالظلام، يعني قرب الفجر كده، كان يذهب إلى مكة فيصبح فيها فيتحسس الناس ويسمع ما يرددونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعود للنبي صلى الله عليه وسلم خلسة، فيأتي بالطعام والشراب والزاد إلى النبي وأبي بكر ويخبرهما بما يحدث الناس في قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أعلنت قريش، شوف العداء، 100 ناقة من الإبل لمن جاء بمحمد. تخيل كده، 100 مليون دولار للي يجيلي بالشخص الفلاني مثلا، يعني دلوقتي. شوف الرقم ده أول ما تسمعه كده، خصوصا في أيام كل حاجة دلوقتي بالمال والفلوس، لما تسمع الرقم ده هيزغلل في عينيك. وتلاقي لما يكون شاب بقى لسه عايز يجهز نفسه شقة وعربية وعايز يأمن مستقبله ويبقى قاعد مرتاح، ويسمع الرقم ده 100 من الإبل لمن يأتي بمحمد. أنا كل ده خلي بالك بلفت نظرك لعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما. لما يكون عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما شاب لسه ذكي في ريعان شبابه ويسمع هذا العرض الضخم، والنبي عليه الصلاة والسلام عارف مكانه، عارف هو بيختبئ فين، وعارف أسراره كلها، الرقم ده ما هزوش، ما تهزش، ما باعش دينه. ليه؟ لأنه من بيت أصيل شبعان، من بيت شبع زي ما بيقولوا. يا اخوانا مواقف عجيبة. دلوقتي اعرض على اي حد رقم مقابل ان هو يعمل اي حاجة تخالف الدين، يقول لك يا عم مش مشكلة، عيشني النهاردة وموتني بكرة، يدوس على اي حاجة، مش مشكلة، هي دنيا. لا، دول مش كده. 100 من الإبل تركها عبد الله بن أبي بكر نصرة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه. ورغم هذا ما ريحوش نفسهم، جعلوا يتحسسون النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا إلى غار ثور. وصلوا خلاص وواقفين، والنبي عليه الصلاة والسلام غار ثور ده يعتبر زي منحدر كده تحت وهم فوق، اللي شايفهم مين؟ النبي وأبو بكر. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا.
شوف بقى رد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلبه عامر بالإيمان، يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى ناصر، قال لا تحزن إن الله معنا. عمرك في أي وقت من الأوقات سليت نفسك بالكلمة دي؟ انت عارف ان انت مظلوم، وعارف ان انت مقهور، وحد يجي عليك وحط عليك، عمرك ذكرت نفسك بالكلمة دي؟ إن الله معنا. ما هو معنى دي تشمل ايه؟ تشمل التأييد، تشمل النصرة، تشمل ان الله سبحانه وتعالى سينصرك ويخذل اعدائك، تشمل ان الله سبحانه وتعالى لطيف بك، تشمل ان الله سبحانه وتعالى سيبدل حالك. اليقين والحاجات دي يا اخوانا ما تعرفش اللي قدامك الا في المواقف. الدين مواقف. هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم انك ستدخل الجنة او النار، نسأل الله السلامة والعافية، ولكن ايه اللي يثبت ان انت من اهل الجنة او من اهل النار؟ الا المواقف. ان ربنا سبحانه وتعالى يبتليك من المواقف ما يبتليك، سواء بمرض، سواء بفتنة في مال، سواء بفتنة في ضيق عيش، سواء بفتنة في أولاد، في زوجة، في أي حاجة، ويشوفك. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فيعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هو الله سبحانه وتعالى يعلم أنك ستكون كذا أو تكون كذا، ولكن ده العلم البصيري حتى يكون لك حجة أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أنت من أهل الجنة الحمد لله تمام، طب أنت من أهل النار ليه يا رب؟ هو أنا عملت إيه؟ لا، فبشريط حياتك بقى قدام عينيك بيمر كده في اللحظة الفلانية، في الساعة الفلانية، في اليوم الفلاني حصل لك الموقف كذا وانت عملت كذا قدام عينك. مش على طول اول ما تتولد لو هو ما هي الدنيا لو كلها سلام، لو كلها كده كله عايش مرفه ومنعم، هنركن للدنيا، هنركن لحب الدنيا، ولكن لازم يبقى فيها شيء من التنغيص، شيء من النكد، شيء من التعب والوصب. ليه؟ ليعلم الذين آمنوا من المنافقين، ليعلم الذين صدقوا من الكاذبين. 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى غار ثور، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعمى الله أبصارهم، خرج إلى المدينة وتتبعه مالك بن سراقة، وجعل أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل في طلبنا يا رسول الله، فقال وردد النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد استقبله الأنصار استقبالا جميلا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم في الطرقات يتلمسون النبي صلى الله عليه وسلم، لسه مش عارفينه، كلهم يقولون أين محمد؟ أهو محمد أم الثاني؟ مش عارفين محمد هل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان دخوله هذا دخولا فيه النصر والظفر والتمكين، وكان الأنصار خير من استقبل النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن المهاجرين ورضي الله عن الأنصار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آت نفوسنا تقواها
زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.